المهم عشان افرقه عن مراته رحت للشيخ وقتها ودفعت للشيخ 10,000 جنيه علشان يعمل لهم عمل، وفعلا قدر يفرقهم عن بعض. السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن ابراهيم وده برنامج فضفضه. لو حابب تبعت لنا مشكلتك او اي رساله هتلاقي لينك صراحه في اول كومنت، او لو انت بتتابعني على تيك توك هتلاقيه في البايو. يلا بينا نبدا. مشكلتنا النهارده بتقول: انا من سنه كنت بحب واحد متجوز، المهم عشان افرقه عن مراته رحت للشيخ وقتها ودفعت للشيخ 10,000 جنيه علشان يعمل لهم عمل، وفعلا قدر يفرقهم عن بعض. وحبيبي ساب مراته، وبعد ما انفصل اتجوزنا 6 شهور، كانوا احسن 6 شهور في حياتي. وبعدين بدت المشاكل تظهر لحد ما انفصل عني. بعدين عرفت ان الاكس بتاعته راحت لنفس الشيخ وعملت لنا عمل هو السبب في المشاكل والانفصال. المهم رحت للشيخ تاني يفك لي العمل ويعمل لها عمل بوقف الحال، بحيث محدش يبص في وشها ولا تتجوز تاني مدى الحياة، ولا تشوف فيهم حلو في حياتها علشان ما تأذيش حد تاني. مشكلة الراجل طلب 30,000 جنيه، وانا بسبب الظروف دلوقتي مش معايا المبلغ ده، فلو عملت قرض هيبقى فيه حرمانية ولا لا؟ لان كل ما اسأل حد يقول لي رأي مختلف. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت لك وانت هبله. هو يعني انت قلقانة من حرمانية القرض مش قلقانة من حرمانية الأعمال؟ لا بصراحة انت ماشية حلال قوي وربنا يديك على قد نيتك. جدعان ردوا انتوا والنبي عشان انا مررت هتتفقع. السلام عليكم. متنساش لو عندك مشكلة او رسالة حابب تبعتها تلاقي لينك صراحة في اول كومنت، ولو انت بتتابعني من على تيك توك هتلاقي اللينك في البايو. السلام عليكم.